صدمة كبيرة لجمهور النجم اللبناني راغب علامة. قرار مفاجئ بإيقافه عن الغناء في مصر يشعل السوشيال ميديا. يا ترى إيه السبب الحقيقي؟ وهل فعلا مصر قررت منعه؟ تفاصيل خطيرة هنكشفها في الفيديو ده، خليك معانا للآخر. الموضوع بدأ فجأة من غير أي مقدمات. انتشرت أخبار عن إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر، وده بعد حفلة أخيرة اتعملت وظهرت فيها بعض التصرفات أو التصريحات اللي أثارت الجدل. الناس بدأت تسأل هو عمل إيه؟ وليه قرار زي ده يطلع فجأة؟ هل الموضوع ليه علاقة بالنقابة ولا في سبب تاني؟ جمهور راغب علامة اتقسم بين مصدوم وغاضب. ناس قالت إن القرار فيه قسوة، وإن الفنان ليه تاريخ طويل في مصر، وإنه واحد من أكتر النجوم اللي قدموا حفلات ناجحة في القاهرة والإسكندرية ومناطق تانية. وفي ناس تانية بدأت تطالب بكشف الحقيقة. هل في تجاوز معين حصل ولا هي حملة ممنهجة ضده؟ بعض المصادر قالت إن نقابة المهن الموسيقية كانت ورا قرار الإيقاف بسبب مخالفات في شروط التراخيص أو عدم الالتزام ببعض التعليمات، لكن لحد دلوقتي مفيش بيان رسمي واضح من النقابة، وده اللي مخلي الموضوع لسه غامض ومفتوح للتأويل. راغب علامة بنفسه لسه ما خرجش ببيان رسمي يرد فيه على القرار، لكن بعض المقربين منه قالوا إنه تفاجأ جدا من اللي حصل، وإنه بيحترم مصر وشعبها ونقابتها ومستني توضيح رسمي للسبب. وبعض المواقع قالت إن في محاولات للصلح أو لحل الأزمة بشكل ودي بعيد عن الإعلام. هل فعلا راغب علامة اتوقف عن الغناء في مصر بشكل رسمي، ولا دي مجرد أزمة وهتعدي زي غيرها؟ وهل ممكن نشوفه تاني قريب في حفلات داخل مصر، ولا خلاص صفحة واتقفلت؟ قولولنا في الكومنتات، هل تؤيد قرار الإيقاف ولا شايف إنه كان قرار متسرع؟ وإيه رأيك في أداء راغب علامة عموماً؟ والنهاية، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد عن أخبار النجوم والترندات الساخنة.